المغاربة يتعملقون، المغاربة يتألقون، المغاربة يسجلون في أحلى محفل دولي هنا في أرض عربية. شكرا للزميل أيمن الجادة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي اس بوس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 واللقاء الذي يجمع المجموعة السادسة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي. المغرب الذي حقق التعادل في المباراة الأولى أمام الكروات بنتيجة 0 مقابل 0. يعطي ايدين عصار هذه الكرة البينية بونو، اخرج يا بونو. صعبة هذه الكرة وصعبة هذه الكرة. أول إنذار يأتي من باتشواي. ايدين عصار يغطي عليه زياش. برافو يا ولد، برافو يا زياش، والكرة تخرج مباشرة. ماذا تفعل يا حكيمي؟ ماذا تفعل يا جديد؟ فيها إمكانية تسديدة، التسديدة الأولى يا زياش، الومضة الأولى يا زياش. لياسين بونو في خطأ وبالتالي ضربة حرة. مرور ومرفوع الكرة وبالراس وخطير بعد المرحوم عبد الله بليندا. إيمانيا محمدي، الهربة والانسداد. هي الشباك تناديك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش، الشباك تناديك يا زياش. جول 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 جول. اوه لا، اوه لا. زياش زياش يا زياش وزياش. المضي قدما، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. بلجيكي هذه صعبة، هذه صعبة. يا سلام يا لروعة التدارمر. هازار سدد. برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي. بوفان في الاستلام، بوفان في الدخول، بوفان وجول. ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. عبد الرزاق والركنية. حذر من العرضيات، نزل يحضر كرة ممتازة. يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، جول 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 جول. والصافرة يا وليد، الصافرة يا وليد. انتصار تاريخي وسجدة للاعبين للمولى تعالى. رد بالك يا مرابطة العرضية، مرت سلامات، سلام غطية يوسف. هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع المنتخب الكندي انطلاقا من هويليت. هويليت خطيرة. إدارة مدافعين. يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول. الله أكبر، جول مغربي، جول مغربي. أوه خطيرة هذه الكرة، خطيرة. أوه صعبة هذه الكرة في. أوه خطيرة وصعبة. يرفع كرة زياش وبالراس وسدد. جول جول. في هذه اللحظات، في هذه اللحظات انتهت المباراة. في مباراة اليوم، ولكن التحضير بشكل جيد من طرف الطاقم الطبي. شكرا للطاقم الطبي لأنه بذل مجهودا كبيرا حتى يكون وصولا في الموعد اليوم أمام منتخب لاروخا. إذن وليد الركراكي يلعب العناصر التالية: ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي رقم 2، رومان سايس 6، نيف فكرة 5،
5 نصير المزراوي 3 سليمة ملاح 15. عملية تنسيلال أول عملية دخول في صافرة. برافو سفيان المرابط، وبالتالي حول للمرور أمام لاعبين بوفال يتحصل على ضربة حرة، ولكن الحكم يقول لا. مرابط لمن ضغط على حامل الكرة فيها خطأ، وبالتالي لدينا ضربة حرة. يا حكيمي كأني أراها في الشباك. حكيمي مرت عالية إلى ضربة مرمى. أول فرصة على الطريق أمام زياش، كان في تدخل فعلا في خطأ وضربة حرة. المهارة حاضرة، الراسية يا نايف لو في الشباك. مزراوي سدد ولا زالت مغربية. وناي سيمون برافو مزراوي. حاول مزراوي. هو اسينسيو مع اولمو. بونو برافو يتصدى. نعم اول اختبار لبونو. عندك الكرة مع حكيمي. في انذار في بطاقة صفراء مستحقة. برافو الراباليني. نايف اكرد. برافو نايف اكرد. افضل تدخل قام به نايف اكرد في المباراة. وصلت لأونيس ويليامز. صعبة هذه الكرة. نايف برافو. نايف التغطية على مستوى في داني اولمو. مرفوعة خطيرة. بونو كاد يفاجأ بهذه الكرة. بونو ممتازة. تترك لي بونو هذه هنا ينديرها وخطيرة. جول. يا جديرة في عملية انسلال ممتازة جدا. كان ممكن يا بونو ممتاز ولا زالت صعبة. دفاع يتدخل. زياش. حكيمي سير لا من العرضيات. يا اليميقة الكرام. إذا الصابر يتلقى الإشارة. الصابر يسجل. كورتك ياسين إن شاء الله. كورتك يا ياسين. بابلو ياسين ضاعت. الإشارة. زياش يتقدم. زياش يسجل جول. كورتك يا بونو. بانون يتقدم. بانون غير معقول يا بانون. يتقدم بوسكيتس. وبونو. أشرف حكيمي يصعد. أشرف. جول. الله يا أسود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في موعد حلم عربي جديد من خلال التواجد الأول والتاريخي للعرب في الدور ربع النهائي، هنا بحضور منتخب المغرب في مواجهة المنتخب المغربي. المغرب التي فتحت آمال وأبواب منطقة الجزاء. ياسين في التوقيت المناسب. محاولة راسية. يا نصيري. يسدده بالقدم اليسرى من حكيم، لكن إلى خارج داخل منطقة الجزاء. طالت نعم. راسية من يوسف نصيري. الكرة الراسية والتسديدة تاتي في أحضان ديوغو. عرضية داخل منطقة الجزاء. مغرب العز بين الأمم. الله. منطقة الجزاء ملعوبة داخل المنطقة. راسية. جوله. يا الله مرت الكرة. محاولة ملعوبة لكن أيضا ياسين بونو
ياسين خطيرة ثالث قائمة، لكن ايضا تغطية دفاعية وايماعات في التوقيت المناسب. هذا هو الاسلوب الذي سيعتمد فيما تبقى من احداث. زالت مستمرة وقائمة خطيرة، تسديدة بطل يا ياسين. اسمة شديرة، نعم وليد متسللة، خليها يا وليد. البحث عن المرتد الان، صفر يا حكم، صفر. نعم صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. لا 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 لا. المقابل ياسين، ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين. للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله.